السلام عليكم ورحمة الله. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا في افضل حال. تعالوا بقى نعمله مع بعض وصفة نفخ الشفايف. هنكبروها ونخلوا شكلها صحي من غير اي فيلر. اتبعي بس الخطوات اللي انا هقولها ديت. هديكي النهارده طريقتين، الاتنين احلى من بعض. طرق جميلة جدا ان شاء الله تشكريني عليها. وانا جربتها، وانتوا عارفين اي وصفة انا بعملها لكم لازم اجربها الاول. نجحت معايا وعجبتني انبهرت بيها من الاخر اعملها لكم. يلا بينا بقى ندخل على طول في الوصفه بتاعتنا. بس قبل ما نبدا ما تنسوش تعملوا لايك لو عجبكم الفيديو، وشير بقى لكل اصحابكم، ولو مش مشتركين في القناه اشتركوا عشان القناه تكبر بيكم. ويلا بينا على طول. اول حاجه بقى معانا الوصفه بتاعت النهارده ديت القرفه. طبعا القرفه هتقولي طب ما انت ما جبتيش حاجه من عندك وما جبتيش حاجه جديده، طب ما القرفه معروفه وعملناها كتير. لا، استنوا بس الاضافات بتاعتها اهوت. بصوا خلي بالكم، كل اللي انا هاخده انا هاخد معالق صغيره، انا مش عايزه الوصفه تقعد عندي فتره طويله. اهي اول حاجه اللي هي معلقه القرفه. طبعا القرفه مفيده جدا، بتملي الشفايف كده وبتدي لمعه طبيعيه حلوه جدا للشفايف، وكمان بترطب الشفايف. تاني حاجه معلقه زيت زيتون او زيت جوز هند، يعني مش الاتنين مع بعض، يا ده يا ده. انا حطيتها ما نزلتش في المعلقه كده خلاص. انا حطيت زيت جوز هند. على فكره انا عندي الاثنين، عندي زيت جوز هند وعندي زيت زيتون، بس انا بحب الحاجه اللي على البشره، يعني بحب زيت الزيتون اكتر من زيت جوز الهند لما بكون هحط حاجه على البشره. دي تاني حاجه. طبعا عايزه اقول لكم زيت الزيتون وزيت جوز الهند الاتنين دول من الحاجات المهمة جدا اللي هي بتحافظ على البشرة او على الشفايف من العوامل اللي هي البيئية بتاعتنا اللي هي ممكن يكون فيها اي حاجة ضارة. تمام. وكمان بيساعد على تفتيح لون الشفايف. معروف جوز الهند زيت الزيتون اكتر كمان بيفتح المنطقة دي لو عندنا مشاكل، والمنطقة دي غامقة ان شاء الله برضو بالوصفة دي هتتفتح. تاني حاجة بعد كده اللي معانا او تالت حاجة اللي هو الفازلين. هناخده برضو اهو الفازلين، هناخده برضو معلقه كده وهنحطه. فرحانه يا جماعه قوي النهارده النور ما قطعش. عايزه اقول لكم البنات كمان يعني مبسوطين قوي. انا كنت بصور فيديو متاخر عن كده، لكن الحمد لله النور ما قطعش النهارده. مش عارفه ليه يعني، مش عارفه السبب ايه. طيب الخطوه بقى اللي جايه كمان معانا اللي هو الجنزبيل. تمام. الجنزبيل برضو حلو جدا على فكرة. بيقشر كمان المكان، يعني مثلا بيقشر الجلد البشرة الشفايف في المكان اللي احنا هنستخدمه عليه. وطبعا التقشير احنا عارفين ان هو بيخلصنا من الجلد الزايد بقى والجلد الميت والحاجات زي دي. وفي كمان الجنزبيل معروف جدا ان هو مضاد للفيروسات والميكروبات. انا كان نفسي اجرب لكم كمان، انا عندي جنزبيل فريش بس الفريش مش هينفع للشفايف. اخر حاجه بقى معانا في الطريقه الاولى، الفيديو كده لسه ما انتهاش، دي اول طريقه اللي هو يا اما عندك اختيارين. اولا هي حلبه، اوكي، يا اما انت هتجيبي حلبه وتطحنيها، الحلبه العاديه دي اللي هي الصفراء، الحلبه الحصى. تمام. يا اما انت هتجيبيها وتطحنيها وتاخدي منها برضو معلقه، يا اما هتاخدي اللي هو الزيت بتاعها اهوت، زيت حلبه. على فكرة المصرية ديت انا جربت كذا حاجة منها، الزيوت بتاعتها كويسة هي والحواج. الحلبة معروفة ان هي بتنفخ المكان، يعني اللي هو مثلا الشفايف كويسة جدا، وبتسمن المكان دوت بطريقة طبيعية. انا هجيب معالق خشب مخصوص عشان الاصوات اللي بتطلع دي، يعني انا ساعات اصلا ببقى متضايقه منها، فاكيد انتوا كمان كده برضو. دي بقى كانت اول وصفه معانا اهي. لو حسينا ان هي جامده شويه احنا نحطه تاني زيت زيتون او زيت جوز هند حسب الزيت اللي انت حطيتيه. بس كده. شايفينها عامله ازاي؟ ده نسيت اهم حاجه، يا خبر ابيض، الشطه.
عايزه اقول لكم ان انا ما كنتش برضه الاول اعملها، لكن قلت اجربها. هي مولعه اصلا، فانا مش هاخد كتير، انا هاخد حاجه بسيطه خالص. الشطه بصوا يعني انتي هتاخدي، ما تاخديش بقى اهي، بصوا يعني انا عايزه نص المعلقه بس، كفايه كده وخلاص، دي هتدمر الشفايف. ممكن حد يقول ان هي الشطه ممكن تعمل بقى التهابات لا مش هتعمل التهابات خالص. انتي حتى لما بتاكلي بقى الكشري بالزيت يعني وبيكون مولع، بيحصل لك التهابات بعدها؟ لا مش بيحصل، هو مجرد ان تلاقي كده شفايفك كبرت واحمرت، بالعكس يعني شكلها اصلا بيبقى احلى يعني. بس كده الوصفة بتاعتنا أول وصفة جاهزة، وصفة حلوة جدا جدا يا بنات، بجد بجد اللي عندها مناسبة تجرب الوصفة ديت قبل المناسبة وتقولي هتعمل ايه. بس عايزه اقول لكم على حاجه. طبعا انتي اما تيجي تحطيها، انتي هتحطيها على شفايف نظيفه. تاني حاجة انتي هتعملي سكراب للمكان دوت. سكراب مش هتاخدي ولا ملح ولا حبيبات سكر ولا الحاجات اللي هي الجامدة دي، لا خالص. احنا عايزين حاجة بسيطة جدا هنعمله بيها سكراب. انتي ممكن تاخدي على فكرة الجنزبيل قبل ما نحطوه في الخلطة، هتاخدي جنزبيل وعليه عسل نحل او جنزبيل وماء ورد، وتعملي بيهم مساج بسيط بايدك. والناس اللي بتقولك بفرشه، لا بلاش، علشان ممكن تعملك فعلا بقى التهابات. يعني الفرشه بتبقى صعب شويه، يعني بتبقى جامده شويه، فخليها بايدك احسن. تعملي حركات دائريه على شفايفك، وبعد كده هو بقى تقومي غسليها بعد ما تعملي السكراب، وتقومي حاطه بقى الخلطه الحلوه بتاعتنا الجميله ديت، وتفرجي بقى وقولي لي. على فكره انا عاملاها، انا اهو هجربها والله بعد ما اخلص، مش هجربها يعني، انا حلفت قلت هجربها، هستخدمها يعني، اقصد بعد الفيديو على طول. دي كانت اول وصفه معانا، الوصفه ديت ناجحه وممتازه. لو انت الوصفه ديت استكفيتي بيها عايزه تطلعي من الفيديو اوكي ماشي مفيش مشكله، لو عايزه اكتر استني بقى الوصفه الثانيه. الوصفه الثانيه هقولها لكم في السريع، مش هنتاخر كتير. عايزه اقول لكم، عارفين الخميره الفوريه؟ الخميره معروفه ان هي اصلا بتكبر حجم الناس اللي هي لسه عايزه تنفخ خدودها شفايفها، دي معروفه في الموضوع ده. هناخده برده معلقه، شايفينها؟ اللي بعدها هناخده برضو فازلين، وممكن هنا بقى تستبدلي الفازلين بجوز هند. المعلقه الثانيه هتكون هي الفازلين. عايزه اقول لكم على حاجه يا جماعه، رينا انا كنت فصلت لان الفازلين كان وقع يعني، فكنت بجيبه. رينا بتقول لي ماما انت بتقولي في الفيديو غلط، فقلت لها هو ايه اللي بقوله غلط؟ بتقولي بالعكس الشفايف بتكبر الشطه بتكبر الشفايف، دي بتوجع بقنا وشفايف. ضحكت قلت لها امال انا بقول ايه؟ انت ما كنتش مركزه. فالمهم دي اهي. تاني حاجه اللي هي الفازلين زي ما قلت لكم تقدروا تستخدموها بعسل نحل. تالت حاجه بقى، والمكون ده هو اللي حلو قوي قوي يا بنات، عايزه اقول لكم زيت النعناع اللي هو الخام، بتحس كده ان هو بيكون مشطشط ما تقدريش تستحمليه. اهو هناخده برضو يعني اهوت مثلا لحد معلقه كده بس. الخلطه دي يمكن تحفه اكتر من الخلطه الاولى. الناس اللي مش هتقدر تستحمل الشطه فهي تختار الوصفه ديت، يعني النعناع برضو هيديكي نفس الاحساس بتاع الشطه، او نفس الافكت بتاعه اللي احنا عايزينه، نفس التأثير. تمام؟ دي اهي الوصفة التانية، سهلة جدا جدا. وده شكلها في الاخر. عايزة اقول لكم مفيش اجمل ولا اروع من كده بقى بصراحة، وجربوهم بقى وهيعجبوكم ان شاء الله. متنسوش بقى تشتركوا في القناة، ولو مش مشتركين وتعملوا لايك لو الفيديو عجبكم.